الانتخابات اللي بتحصل دلوقتي دي على الرغم ان ما حدش نزلها، لكن تعتبر من اجمد الانتخابات اللي حصلت في مصر، فيها فلول، سلفيين، بس كل ده مش كفايه عشان الانتخابات تبقى حلوه، لازم شويه البهارات اللي بتحل الطبخ، الشخص اللي من غيره البلد دي يجي لها اكتئاب، اراجوز الموسم وكل موسم، رمز الاخلاق في مصر. دمه بقى هي رمز السنين على طول. بس انا على فكره لساني طويل والمتربي فرود فرج وحواري شبرا. بس للاسف ضاده مش هينفع ينزل الانتخابات السنه دي لانه مشغول في ممارسه هوايته المفضله، الشتيمه في خلق الله. معانا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا فندم. خير. احنا سمعنا يا فندم انه او قرانا انه كان في اشتباكات. صدقت ابني بالله. لا اله الا الله. لا الكلام ده كداب وايه الادب وابن كلب جزمه. غير مسموح يا محمود يا طاهر. ممكن اجيب امك انت الارض، انما انا راجل مؤدب، راجل محترم وبحذرك مني. وطبعا لان مرتضى مكتوب علينا فكان لازم يحط لنا الشبل الصغير، النسخه المصغره من ضاده، احمد مرتضى منصور. بس بصراحه يا جماعه احمد احسن بكتير من مرتضى، باين عليه روح الشباب كده وتحس واحد مننا. يا سلام، يعني لو احمد ده كان واحد من شباب الثوره كنت نزلت انتخابته وانا مطمن. ثوره 25 يناير انا اول ما نشارك فيها اتشرف بان انا من الناس اللي نزلوا الميدان، والثوره ما ابتدتش في الميدان، الثوره كانت في كل مصر، كنا 20,000 واحد. الثوره الحقيقيه ان احنا ننفذ ثورتنا، لسه لغايه دلوقتي الثوره ما اتنفذتش. مكتسبات الثوره الحقيقيه لما الاقي بقينا قاعدين في دوله قانون. الله عليك يا احمد، هو ده اللي احنا عايزينه، مش بقول لكم واحد مننا. بس قبل ما اكمل كلامي مبدئيا كده يا احمد، لو بقينا في دوله قانون فابوك اول واحد هيتسجن، فشيل الكلمه دي من برنامجك الانتخابي وما تتكش عليها قوي. المهم شاب محترم ومثقف لابق وبيعرف يتكلم وكمان مؤمن بثوره يناير واهدافها. بذمتكم عايزين ايه تاني؟ الندم، يعني بندم على حاجات كتير، مثلا ندمان ان انا نزلت 25 يناير. ندمان انك نزلت 25 طبعا. يناير. انا ما نزلتش 25 يناير. انا ما نزلتش 25 يناير، ان شاء الله عن امك ما نزلت، يعني الثوره كانت واقفه عليك انت يا مذيع عبد. المهم خلينا في احمد، يعني احمد طلع بيشتغلنا وبيعمل كل ده عشان برلمان 2011 بقى بعد الثوره، فلازم يطلع في دور الثورجي. مش مشكله يا جماعه، مش لازم يبقى ثورجي علشان ننتخبه، يعني لو الراجل عنده برنامج انتخابي قوي هيفيد البلد ليه ما ننتخبوش؟ بصراحه انا ما عنديش برنامج عشان ما نكذبش عليك. ما عندكش برنامج؟ ده انت جاي تهرج مش جاي تترشح. امال نازل ليه يا عم؟ يعني عشان هو ما كانش عنده برنامج فكلنا نعمل زيه يا احمد؟ طب خليني معاك للاخر، انا واحد عايز انتخبك، هنتخبك ليه؟ يعني ايه تاريخك السياسي؟ تاريخك المهني؟ عملت ايه لام البلد؟ بص اسالك سؤال صغير، انت مين يا احمد؟ انا محامي، وانا ابن مرتضى منصور اللي وقف ضد زكريا عزمي وضد احمد عز وضد احمد نظيف واتسجن كتير جدا. مرتضى منصور وقف جنب خيرت الشاطر، لو حضرتك ما تعرف. انا مصري، ابويا اتحبس، انت تقريبا ما شفتش السجن، وانا ابن مرتضى منصور عارف عندي كلام كتير. يعني ابويا الحمد لله بتشرف بيه لانه كان راجل. اول ما بتزنق احمد مرتضى في حته انت مين دي بتلاقيه راح مسمع لك الشريط اللي هو حافظه، انا ابويا عمل كذا وسوى كذا. يا ابو حميد كلنا بنحب ابوك، يعني مش محتاجه كلام، بس اكيد مش هنتخبك عشان انت ابن مرتضى. هو انت يا حبيبي ابوك عارف انك نازل انتخابات ولا لا؟ انا مش جاي عشان ازكي احمد مرتضى لانه ابن مرتضى منصور، انا جاي ازكيه لانه محترم. يعني الناس اللي بتقول ان احمد ملوش اي كلمه وان مرتضى هو اللي بيمشيه طلع كلامهم صح؟ لا 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 لا، رد علينا انت بقى يا حاج مرتضى. اكتر الملفات عند احمد مرتضى منصور. لا بالعكس، احمد ده ايه ده يعني ايه لما تحصل مشكله يقعد يهدي، يعني والله بيحبوك يا بابا ومش عارف ايه، مفيش بابا هنا. تقول استاذ مرتضى، استاذ رئيس النادي، هتقعد تقول لي بابا الكلام ده في البيت. ممكن توقفه يعني ولا ايه؟ وفي امه. طب يا جماعه كده خلاص بقى، الحلقه دي ملهاش لازمه. بس استنوا تصدقوا كده وضحت الرؤيه فعلا. اصلا انا كنت مستغرب موقف احمد مرتضى مع الالتراس جدا، شويه معاهم شويه يشتمهم، ما تفهموش يعني هو عايز ايه. شيلوا كلمه التراس وتعالوا، النادي ده بتاعكم وبتاعنا، انا بحبكم. اي حد هيقولوا بينتمي لجماعه الالتراس او بيروج لها او بيلبس لبس عليه اسمها، لو اتمسك ياخد 15 سنه. اللي ماتوا ما همش اي ذنب في اي حاجه، ولا هم بلطجيه ولا حد اتهمهم ولا حد هيتهم. حتى لو كان فيهم واحد ولا اتنين بينتموا للالترس، هو بني ادم في الاول وفي الاخر. هم طول عمرهم كانوا صيع، يعني واحد اسمه احمد مطر، الثاني اسمه سيد مشاغب، الثالث اسمه جودزيلا، واحد اسمه ياسر بوجي. بخصوص موضوع الالتراس ده، كلنا شفنا احمد مرتضى وهو عامل فيها كابو في ماتش النجم الساحلي. انا شايف ان طالما احمد كان حلمك تبقى كابو، ما كانش ليه لازمه ال 20 واحد اللي ماتوا دول. كان ممكن تقول لبابا يجيب لك شمروخين وشويه عيال يهتفوا وراك وتبقى كابو زي الفل. دي اروح ناس اللي ماتت دي يا احمد مش هزار. ولا نسيت صحيح، ده انت ابن مرتضى منصور. الذكر اللي قطع اليافطه هعلقه من لباسه في الشارع. انت ذكر ابن ذكر خلاص. لا مدينا قوه وحصانه نفعص اي حد في مصر مش بيحترم نفسه. هي دي العقليه المسيطره على مرتضى منصور واولاده، انهم يقدروا يفعصوا اي حد مهما كان مين. الصراحه انا مش عارف ازاي الدوله ساكته عليهم لحد دلوقتي. بس بغض النظر عن الدوله والكلام الفاضي ده، انا هقول لك كلمتين يا احمد توصلهم لبابا يا حبيبي. انت ممكن تفعص اي حد مهما كان مين، حقك يا عم طالما الدوله سايباك، بس صدقني هيجي لك يوم ويطلع لك واحد وهو اللي لا مؤاخذه يفعصك. وكفايه عليك لحد كده بقى عشان عندي حلقات اهم. اشوفكم على خير.
محمد مرتضى ده تمام رمز